إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة. انت الأصيلة يا مصر وكلنا عارفين، انت الأصيلة يا مصر وكلنا شاهدين. ترابك عز أجيالك وشمسك عالية في سحابك. تغيب الدنيا لو غبتي يا مصر جميلة بشبابك. مصر جميلة مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة. مصر جميلة. انتصار غريب. الأستاذة نجوى عبد الظاهر المتخصصة والباحثة في آثار الحجرية والآثار المصرية القديمة. الشهور القبطية اللي هي كلنا عارفينها وكنا بنسمع عنها واحنا صغيرين، حطور وبرمهات وكياهك برمودا والحاجات دي كلها ليها قصة وليها أصول مصرية قديمة. سبب التسمية وليه ارتبطت بالزراعة؟ هو صراحة المصري القديم عشان احنا عارفين ان احنا ارض زراعية، فطبيعي ان هو قسم السنة الزراعية. يعني احنا كمصريين عرفنا تقسيم السنة الزراعية، قسمها ل 12 سنة. الاسماء دي قصتها ان هي ممتدة او مشتقة من اسماء فرعونية، لا اما اسماء اعياد لا اما اسماء الالهة اللي كانت مرتبطة بعملية الزراعة. ما زالت مستخدمة لحد دلوقتي. هنلاقي الفلاحين والصعايدة ما زالوا بيعتمدوا عليها في عملية الزراعة. هي خاصة طبعا بعملية الزراعة والحصاد وإنبات الزرع والفيضان والاحتفالات اللي كانت بتقوم مع عملية الزراعة. فهي ليها قصة، يعني ليها امتداد وجذور مصرية، أصولها هيروغليفي وتطورت مع القبطية وأخذت الأسماء القبطية بتاعتها. ما عدد الشهور القبطية بالظبط؟ هو في 12 شهر وفي ال5 أيام اللي بيبقوا فوق السنة اللي احنا بنسميها سنة كبيسة دلوقتي. عددهم 12 زي أي شهور في الشهور السريانية أو العربية أو الشهور اللي الفرنجية. لكن طبعا أشهر الشهور اللي احنا دايما بنسمع عنها هي شهر كياهك وشهر طوبة وفي أمشير وفي طبعا برمهات وبرمودا ومصرة. الأستاذة نجوى عبد الظاهر الباحثة والمتخصصة في آثار ما قبل الكتابة والآثار المصرية القديمة. الشهور القبطية ارتبطت بأمثلة كلنا يمكن كنا حافظينها واحنا صغيرين، زي كياك. بنقول عليه ايه؟ كياك هو كان الشهر اللي بيحصل فيه احتفالات باجتماع الأرواح بتاعت الفراعنة، وبيقولوا صبحك مساك شيل ايدك من غداك. وده يمكن عشان هو أقصر أيام السنة. صبحك هو ليلك، وأول مجرد إن أنت بتتغدى بتتعشى، وهو شهر 12. وهطور أمدها بالمنطور. ده بقى لأن احنا بننصر فيه، يعني ده فصل الحصاد بتاع القمح، وده بيبقى في شهر 11. يمكن احنا فاكرين أغاني القمح اللي لسه ما كانت لحد فترة قريبة جدا في فصل الحصاد بتاع. فاكرة طوبة بتخلي الصبية كركوبة؟ طوبة ده من شدة البرد، هو شهر 1 طبعا كلنا في شهر 1. أمشير ده أبو الزعبير وياخد العجوزة ويطير. من شدة إن إحنا عارفين أمشير دايما بيجي بزعبير وبينهي الشتاء اللي هو شهر 2. وطبعا عندي مصرة، ده اللي هو بيخلي كل ترعة عسرة، لأن ده شهر الفيضان اللي كان في شهر 8. إحنا عارفين قبل السد العالي كانت المية بتملى الأرض وكده، فأي ترعة كانت بتبقى ناشفة فنلاقي في شهر الفيضان كل الترعة مليانة مية. ده من عبقرية الفلاح المصري إن هو بيربط الشهور بأمثلة عشان يحفظها. أكيد، لأنه كان ملاحظ جيد جدا للبيئة اللي هو عايش فيها. يعرف البيئة، ده شهر هحصد فيه، ده شهر فيه مطر، ده شهر فيه مية، ده شهر فيه جفاف، ده شهر فيه برد. فده معنى كده الملاحظة القوية للمصري القديم، وكله مرتبط بالزراعة. وكله مرتبط بالزراعة. مصر جميلة مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة. مصر جميلة. انتصار غريب.